لماذا الرجاء لم يستغل كل هذا؟ ان شاء الله الفريق الرجاء ما عندناش نصف مهاجم، ما عندناش مهاجم. انا حمل المسؤوليه لاداره النادي، تبيع اهم اللاعبين اللي عندك وتحب تنافس على البطولات، مستحيل. عندك افضل 3 لاعبين اللي كانوا يعملوا لك الفارق ويسجلوا لك كل الاهداف، انت بعتهم اوكي وما جلبتش لاعبين. ممكن كانت عندك مشاكل ماديه، لكن على الاقل يكون توازن. بيع لاعب، خلي لك لاعب ثاني حفيظي، عندك مالانغو، بيع رحيمي. ماشي تبيع مالانغو ورحيمي والحفيظي وما تجلبش لاعبين. اليوم لا، الفريق يلعب بدون هجوم، بدون اي مهاجم. حدا ليس مهاجم. انا حزين على الجمهور اللي حضر المباراه من ساعات قبل بدايه المباراه هشام، وبهالطريقه يستحق فريق افضل. لكن المشكل هي في اداره النادي. اداره النادي تتحمل المسؤوليه في عمليه اختيارات، في عمليه البيع اللاعبين، في عمليه اداره النادي بشكل سيء. اشخاص صراحه فاشلين، اشخاص فاشلين هشام، ولا يستحقون هذا النادي. لان النادي عنده جمهور كبير في المغرب وحتى في افريقيا. بهالطريقه يدار نادي بحجم الرجاء عيب وعار على مسؤولين يبقوا في هذه الاداره بهذا شنو نقول لك، مش احترافيه، اقل ما يقول على يعني هاويين، اقزام اشخاص ليس في الشكل لكن في الافكار، في عمليه تدبير النادي. وانا احملهم المسؤوليه. اليوم اللاعبين ادوا اللي عليهم، المدرب يمكن تاخر في التغييرات لكن هذا هو الموجود. ما عندوش لاعبين، ما عندوش لاعبين. انت نادي كبير، المفروض يكون عندك ثوابت تحافظ عليها في الفريق، مش بهالطريقه العشوائيه اللي تبيع وتجيب له. بعدين الاداره عندك مدرب، تجيب 3 مدربين في موسم اشد. يعني انا صراحه اتاسف جدا للجمهور. دائما الجمهور النادي جمهور كبير، ودائما وراء الفريق، ودائما في يكون الفريق امس الحاجه دائما النادي وراه والجمهور وراه. لكن مع المسؤولين هذا الشيء اللي موجود هشام، المفروض العقليه تتغير اكثر. يجيوا اشخاص عندهم فكر وعندهم افكار على المستوى البعيد، على المستوى الاقتصادي، على مستوى النادي، على مستوى البطولات. حرام انك كل موسم بهالطريقه هذه ولا يستفيدون من الاخطاء. انت عارف انك فريق، عندك فريق اهم اللي عندك لاعبين ثوابت وعندك لاعبين شباب. اليوم لاعبين اللي شدناهم اليوم، دخول لاعب الهبطي، لاعب ابن النادي، هذا تاخر لانه نعطيه فرصه اكثر. لكن النادي الكبير هي هذه، حتى الفريق يلعب يمكن واحد نص ساعه اخرى ما يسجلش، ما عندكش وجين مهاجمين. كيف فريق ينافس على بطولات وما عندوش مهاجم؟ نصف مهاجم ما عنده. حداد هذا ليس بمهاجم، وشاهدناه مسكين يحاول انه ممكن يلعب لك مباراه ممكن يسجل فيها، لكن تعتمد عليه في كل مباريات. وعندما تدخل المستوى هذا المستوى العالي اللي هو دوري ابطال افريقيا، انت تحتاج نوعيه اخرى من اللاعبين. تعول على متولي عنده 34 35 سنه، الله يعطيه الصحه، عاد اللي عليه. لكن نبارك مره اخرى للاهلي اللي بخبرته بتجربته تاهلوا بمستحق. نتمنى ان شاء الله الفرق الاخرى المغربيه حد اوفر ان شاء الله. شكرا شيب.